السلام عليكم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. والله العظيم لو اعتمدتي طريقة الصلصة بتاعت المكرونة دي هتاكلي حبة مكرونة لوز اللوز. بصي يا ستي، انا بعمل ايه هقولك دلوقتي. الحلة دي فيها ايه؟ الحلة دي فيها بصل وفيها توم وفيها طماطم. تمام، بتقطعي بصل، بتقطعي توم، بتقطعي طماطم، وبتحطيهم على نار هادية خالص 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 لحد ما الطماطم والبصل يستووا ويتهروا خالص 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 معاكي. وبترشي عليهم في الاول برضو شوية ملح كده، وبتسيبيهم لحد ما يستووا خالص. هو بقى ايه، متحطيش ميه ولا حاجة، هي الطماطم بتنزل اصلا ايه الميه بتاعتها وكده. تمام تمام. وعلى نار هاديه لحد ما تستوي خالص. وبعد كده بتسيبيها، مثلا لو انت ما عندكيش هاند بلندر بتسيبيها تبرد وبتحطيها في الخلاط، تخلطيها في الخلاط. بعد كده بتبتدي تستخدميها. لو في هاند بلندر بتضربيها وهي في الحله بالهاند بلندر عادي. تمام تمام. خلاص احنا خلطناها وضربناها، هي بتبقى تقيلة اصلا. بتسلقي المكرونة سلق المكرونة من 10 ل 11 دقيقة بالكتير قوي، 10 دقايق لسلق المكرونة. بعد كده بعد ما بسلق المكرونة بحطها في مصفى تتصفى من المية بتاعتها وما بغسلهاش. والمكرونة يا جماعة ما بتتسلق بملح بس، بتحطي في المية ملح بس مع الميه بتاعت سليق المكرونه عشان الزيت لو سلقتي. بصي اقولك على حاجه، انتي اصلا في حاجتين، لو حطيتي ميه مع الميه بتاعت سليق المكرونه زيت، ما انتي بتروحي بعد كده تغسلي المكرونه وبتغسلي الزيت اللي انت حطيتيه. دي حاجه. تاني حاجة، الزيت أصلا بيعمل عازل بين المكرونة والصلصة، وما بيخليش الصلصة تمسك حلو في المكرونة. فانت لما تيجي تسلقي المكرونة بتاعتك هتحطي مية وتحطي شوية ملح، تغلي المية تنزلي من المكرونة كل شوية، طبعا بتقلبيها عشان ما تلزقش في الحلة منك. بعد كده هو على نار هادية 10 دقايق أو 11 دقيقة بتطفي عليها، تحطيها في المصفى تتصفى. بنيجي بقى عند الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي عبارة عن بصل وتوم وطماطم زي ما انا قلتلك، وعملناهم زي من نفس الطريقة اللي احنا حكينا فيها دلوقتي. بنحط شوية زيت في الحلة وبننزل بالطماطم اللي احنا عملناها، وبنحط شوية ملح فلفل اسود وكمون. حتى حابة بقى تحطي اي بهارات تانية براحتك. انا بحط ملح فلفل اسود وكمون، وبعدين بحط شوية مية صغيرين خالص تتسبك وتتقل. بعد كده انزل عليها بالمكرونة اللي انا كنت سلقاها، بقلبهم مع بعض او بخلطهم مع بعض كويس. وبعد كده بسيب المكرونة مع الصلصة 3 دقايق كده ولا حاجة، ولا دقيقة كده على النار مع بعض على نار هادية خالص. وبعد كده بتاكلي احلى مكرونة. وعايزة اقولك ان انا بنتي ما بتحبش البصل في الاكل، فعشان اخليه هتاكل بصل في الاكل انا بعمل الطريقة دي للصلصة بتاعة الطبيخ. محشي، اي طبيخ بقى، خضار، اي خضار. تمام، عشان هي ما بتحبش اي بصل في الاكل. ولو لقت اي بصل في الاكل ما بتاكلش من الاكل نهائي، بتحبش البصل خالص. عايزاكي تجربي المكرونه بالطريقه دي وقولي لي عجبتك ولا لا، واكتبي لي تحت في التعليقات عجبتك ولا لا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.